السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ على طول الفيديو. هعمل لكم ان شاء الله مكرونة بالصوص الابيض. هنجيب طبعا حلة وفيها مية وهنسيبها على النار. هنحط لها بس شوية ملح، بعد كده هنسيبها تغلي وبعد كده هنحط عليها المكرونة. حبايبي، المية غلت بتاعتنا. هنحط ادي كيس بنص كده، يعني تقريبا 600 جرام. هنقلب المكرونة ونسيبها تستوي. طبعا خلال ما هي بتستوي بنقلبها كل 5 دقايق لحد ما تستوي، وبعد كده بنطلعها. حبايبي، المكرونة كده استوت زي ما انتوا شايفين. هنطلعها. حبايبي، المكرونة بتاعتنا هنحط لها شوية زيت. طبعا اللي عايز ينزلها على المية عادي، المية الباردة من الحنفية عادي، مفيش اي مشاكل. انا بحب اعملها كده واقلبها تبقى كويسة خالص، مش بيحصل لها اي حاجة. نيجي بعد كده على الخطوة اللي وراها. حبايبي، الخطوة التانية هنجيب طاسة بالشكل ده، هنحط فيها شوية زيت. بعد كده هننزل بالبصلة. هنشوح البصلة بالشكل ده حبايبي. حبايبي، اول ما البصلة تدبل معانا بالشكل ده هننزل. عندنا هنا فلفل الوان، لو مش متوافر عندك الالوان هنعمل فلفل اخضر بس، مفيش اي مشاكل. استوت معانا التتبيله بتاعتنا اللي هي بالبصله وبالفلفل. هنطلعها. حبايبي، وفي نفس الطاسه هننزل الفراخ. هنقلب الفراخ لحد ما يستوي معانا. هنرش عليها حبايبي شويه ملح، شويه كزبره وشويه فلفل. هنقلبها. مش هنحط لها ملح كتير عشان خاطر الصوص هيكون فيه ملح، فاحنا يدوب بس كده عشان الفراخ تدي طعم.
حبايبي الفراخ استوى معانا، هننزله على طول دلوقتي وهنشوف الخطوه الثانيه هنعمل ايه. حبايبي تعالوا معايا عشان نعمل الصوص بتاع المكرونه. هنجيب الحله ونحط لها شويه زيت ونحط زبده معاه، هنحط حبايبي الدقيق بتاعنا، هنحط 4 معالق دقيق، 1 2 ولازم حبايبي لما نيجي نحط الدقيق يكون الزبدة والزيت سخنين شوية، ما يكونوش باردين، عشان في ناس كتير بتحط الدقيق في زيت بارد. لا طبعا بنحطه في زيت وسمنة او زبدة معانا تكون سخنة عشان تتحمر وتدي طعم جميل وتبقى ايه مستوية معانا. حبايبي هننزل اللبن. انا هنا هحط على كل معلقه دقيق كوبايه لبن عشان تظبط الصوص بتاعنا. خليكم حافظين حبايبي، على كل معلقه دقيق كوبايه لبن، يعني انا حاطه 4 معالق دقيق هحط 4 كوبايات لبن. هننزل باللبن مش هننزل بيه مره واحده. ادي اول كوبايه حبايبي، وادي تاني كوبايه، وهنقلب برضو. الكوبايه الثالثه، اهو الكوبايه الرابعه، اهو حبايبي زي ما انتوا شايفين الصوص بتاعنا. احنا عايزين الصوص بتاع المكرونه بتاعتنا يكون سايل، يكون خفيف شويه. ماشي حبايبي. بعد كده هننزل بالبصل والفلفل اللي احنا عملناه هنقلبه كده. بعد كده حبايبي هننزل بالمكرونه كلها. حبايبي كده المكرونه خلصت. هنرش عليها بقى شويه ملح وشويه جوز الطيب، اهو هنرش عليها الملح وهنحط لها جوز الطيب صغيره جدا، اللي مش حابب براحته خالص. هنقلبها وبكده يكون خلصت معانا. تعالوا بقى يا حبايبي بصوا بقى، لو انتوا حابين الفراخ تحطوها كلها مع بعض مفيش اي مشاكل، وتقلبوها وتقدموها، او ممكن تعملوها بالطريقه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. حبايبي انا قدمت طبق المكرونه بالصوص الابيض بالشكل ده. يا ريت يعجبكم. اللي عايز بقى يحط الفراخ كلها مع بعض يحطها، اللي عايز يخليها بالشكل ده او اي طريقه هو حاببها يعملها زي ما انتوا شايفين حبايبي. احلى مكرونه ان شاء الله هتعجبكم. ويا ريت حبايبي ما تنسونيش باللايك، واللي يشوف القناه بتاعتي لاول مره يا ريت يفعل الجرس
عندي واشترك، وان شاء الله هيوصل لكم كل جديد من مطبخ ام عبد الرحمن السعدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.